السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هنبدأ مع بعض lesson 3 unit 2 الجاز فوليوم أو المولر جاز فوليوم. جاهزين يا شباب؟ يلا بينا. بسم الله. طبعا ما تنساش كوباية شاك أو النسكافيه، ولو كنت بتشرب قهوة قلمك، كراستك، كتابك، وابدأ حل معايا يا صديقي. برضه هرجع واقول لك ان الاسئله دي مهمه جدا جدا جدا، مهما كانت سهله او مهما كانت تقيله، هي مهمه لانها اسئله بنك المعرفه. تمام، يلا بينا. بيقول لي which of the following statements is correct. مين من الكلام دوت صح؟ طبعا لما اجي اقول لك مين من الكلام دوت هو اللي صح، حضرتك اول حاجه لازم تعملها انك تجرب اجابه. انا هديك الاجابه على طول وهقول لك هتجربها ازاي، وهي الاجابه بي. طيب تعال نشوف. بيقول لي number of atoms in 0.5 moles من الاكسجين. حاضر، تعال نجيب النمبر اوف اتومز الاول. number of atoms، انا عندي كام مول؟ 0.5 مول باي الاكسجين فيها كام اتوم؟ فيها 2 اتومز، يبقى 2 multiply 6.02 باي 10 باور 23. في الحالة اللي زي ديت يا مستر اسلام هيبقى عندك افوجادروز نمبر، يعني 6.02 باي 10 باور 23. ليه؟ ما هو هاف باي 2 ب 1، 1 باي الرقم ده بيطلع نفسه. بيقول لك equal to افوجادروز نمبر. ايوه صح، equal to افوجادروز نمبر. يبقى احنا في الحالة اللي زي ديت لازم ولا بد نجرب يا صديقي. تعال نخش في نمبر 2، يلا بينا. بيقول لي a 50 liter tank contains 153 moles of natural gas. Another tank contains 63 moles of the same gas من نفس الجاز at the same conditions of temperature and pressure. What is the volume of the second tank؟ طب لحظة كده، مش الفوليوم بتاع التانك الأولاني 50 لتر فيه 153 مول يا مستر إسلام؟ طيب الفوليوم بتاع التاني أنا معرفوش وفيه 63 مول يا مستر إسلام. هعمل ده ملتبلاي ده ديفايدد ده، ساعتها هيطلع لي الرقم اللي هو 20.6 لتر. 20.6 لتر. تمام يا شباب، في مشكلة؟ أتمنى من الله إنه ما يكونش فيه مشكلة. بيقول لك under standard temperature and pressure calculate the mass of gas X. حاضر، أنت عايز الماس that has molar mass of، ومديني المولر ماس ومديني الفوليوم. ما شاء الله. طب ما هو في الحالة اللي زي دي يا مستر إسلام هستخدم قانون الجاز فوليوم اللي قلنا عليه. احنا قلنا الجاز فوليوم ليه قانون واحد، ولكن ممكن نطلع منه كذا قانون. ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، جاز فوليوم ده اول واحد. جاز فوليوم هو النمبر اوف مولز ملتبلاي 22.4 لتر، صح؟ طيب ايه رايك نشيل كلمه نمبر اوف مول دي ونحط مكانها ماس اوفر مولر ماس؟ يبقى ساعتها جاز فوليوم ايكوال ماس على مولر ماس، وهو ده اللي احنا عايزينه هنا عشان تبقوا عارفين. ماس اوفر مولر ماس ملتبلاي 22.4 لتر. انا عايز اللي فوق ده، عايز الماس، يبقى المولر ماس ملتبلاي الجاز فوليوم ديفايدد 22.4 لتر. ساعتها الماس بتاعت حضرتك هتساوي، الماس بتاعت حضرتك هتساوي، يلا بينا، الجاز فوليوم بكام؟ هو مديهوني 4.2 لتر ملتبلاي المولر ماس مدهاني 34 ديفايدد 22.4 لتر، واطلع الرقم، وهي دي الإجابة اللي هي 6.38. الإجابة B. بتاع نمبر 4 بيقول لك calculate the nearest two decimal places، يعني بعد البوينت تاخد رقمين بس. الماس اوف دوت بالنسبة لل SO3. طب ما هو يا مستر إسلام، مش أنت عايز الماس؟ أيوة يا مستر، وعارف إن الماس هو الجاز فوليوم باي المولر ماس ديفايدد 22.4 لتر. الجاز فوليوم بكام؟ ب 0.5. طب والمولر ماس مش مديهوني، بس انت هتحسبه لل SO3 سلفر ترايوكسيد. احسب السلفر ب 32، الاكسجين 16 باي 3، ساعتها هتجمعهم على بعض هيديك كام؟ والله 16 باي 3 48، وادي 2 يبقى هيطلع ب 80.
80 divided ال 22.4 لتر يطلع لك الرقم اللي هو 1.79. نمبر 5 من الأسئلة ال VIP. نمبر 5 ده بيقول لك which of the following statements best describes افوجادروز لو. مين افوجادروز لو ده يا مستر اسلام؟ مين قانون افوجادرو؟ كان بيقول لك ايه؟ بيقول ان الجاز فوليوم دايركتلي بروبورشن تو ذا نمبر اوف مولز، يعني كل ما النمبر اوف مول يزيد كل ما الجاز فوليوم يزيد. برافو. فالاجابه بتاعتنا هتبقى هي الاجابه بي. ليه؟ describes the relation between الجاز volume والنمبر of moles at constant temperature and pressure. ممتازين يا شباب. يلا نمبر 6 بيقول لك ايه في نمبر 6؟ at STB the number of molecules of hydrogen in 1120 milliliter sample is molecules is نقط molecules. هنا في نقط كده يا شباب. والله يا مستر حاضر، تعالى نمشيها واحدة واحدة. انت عايز نمبر اوف molecule وعندك جاز فوليوم. طب استنى، مش احنا قلنا ان الجاز فوليوم هو ماس على مولر ماس او نمبر اوف مول باي 22.4 لتر او نمبر اوف بارتكلز على 6.02 باي 10 باور 23. بص كده يا حبيب قلبي، فاكر قانون النمبر اوف بارتكلز اللي هو نمبر اوف مولز باي 6.02 باي 10 باور 23؟ انا بقى عايز النمبر اوف مول، اعمل ايه؟ اخد الرقم ده بالديفايد تحت، صح؟ صح. يبقى النمبر اوف مول هو نمبر اوف بارتكلز ديفايدد الرقم ده. يبقى ساعتها الجاز فوليوم لو انت تلعب بالبارتكلز، الجاز فوليوم بتاع حضرتك هيساوي نمبر اوف بارتكلز divided 6.02 by 10 باور 23 by 22.4 لتر. في الحالة اللي زي دي انت ناقص لك بس تجيب النمبر اوف بارتكلز اللي هو عايزه. معايا الجاز فوليوم ومعايا الرقم اللي تحته ومعايا ده الجاز فوليوم اهو. يبقى النمبر اوف بارتكلز هتجيبه ازاي؟ يلا بينا اهو. نمبر اوف بارتكلز، البارتكلز دي اللي هي مين؟ اللي هي الموليكيولز. هتيكوال، هجيبها ازاي اللي فوق دي؟ زي ما كنت بجيب الماس ده ملتبلاي ده ديفايدد 22.4. يبقى 22.4 تحت، فوق جاز فوليوم اللي هو 1120. بس خلي بالك ان هنا هو ملي، اما ده لتر، ما ينفعش يبقى لتر وملي مع بعض، فانت لازم تحوله لليتر. تعمل ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. يبقى انت كده حطيت الفوليوم فوق. طب وهنا النمبر اوف بارتكلز، انا اسف 6.02 تنزل زي ما هي. خلصت يا باشا وجيب الإجابة. هتطلع الإجابة الأولانية ضن كده. بيقول لي which of the following statements is correct؟ مين من الإجابات ديت هي اللي صح؟ تعالى نقرا واحدة واحدة ونحدد مين هي اللي صح. هي الإجابة هتبقى دي. ليه؟ لأن الفوليوم of gas is directly proportional للنمبر of moles اللي هو افوجادروز لو، قانون افوجادرو. اول ما الاقي ايكويشن اعرف على طول انها مساله indirect وبتتحل بالطريقه اللي هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. at STP calculate the nearest whole number the volume of CO2 gas produced by mixing 20 جرام من ال CO. يبقى انت دلوقتي محتاج تعرف ال CO2 وعندك ال 22 ده given، فانت بتعمل ريليشن الاول ما بين الجيفن والريكوايرد، يعني المعطى والمطلوب. مين اللي مديني عنه رقم؟ السي او. فين السي او في الايكويشن؟ اهي. يبقى هي دي اللي هكتبها هنا 2 سي او. طيب ومين اللي هو طالبه؟ سي او 2. فينها؟ اهي. يبقى 2 سي او 2. انت كده كده عملت العلاقه بتاعتك. بعد كده مستر تعمل الريشيو. الريشيو هنا كام مول؟ 2 مول. بيخرج بره كام مول؟ 2 مول. يعني كأن واحد بيخرج واحد، 2 بيخرجوا 2. تمام. طب بعد كده بعمل تحويلة، بشوف هو طالب ايه ومديني ايه. والله هو طالب فوليوم بتاع الكربون دايوكسيد، يبقى السي او 2 ديت الاتنين مول بتوعها احولهم لفوليوم اللي هي 22.4 لتر. بس ما انساش ان في 2 مول، يبقى لازم اعمل ملتبلاي 2. طب وهنا هو لا ده مدهني بالجرامز، يبقى مولر ماس مولر، يبقى 2 واعمل ملتبلاي وافتح براكت. الكربون ب 12
والاكسجين ب 16. 12 و 16 يعني 28. كده انا خلصت التحويل، ناقص لي خطوه واحده اللي هي خطوه الجيفن. لو الرقم ده، الماس دي اللي انا بشاور عليها دلوقتي، بتطلع الفوليوم ده، يبقى ال 20 جرام اللي انت مديهمني في البروبلم بيطلعوا فوليوم قد ايه. وهعمل كروس مالتيبليكيشن والاجابه هتطلع 16 لتر. طبعا الحاجات دي حضرتك بتعمل ايه؟ بتاخد سكرين ليها وتروح تكتبها في الكوبي بتاعتك الستبس. تمام. بيقول لي what is molar mass of gas X when we measure its mass and volume under standard temperature and pressure and find that 0.45 gram of it occupy 60 milliliter. والله يا مستر تعالى بقى واحدة واحدة كده اهوت عشان حضرتك قرأته بسرعة، فعايزين نعرف انت عايز ايه. هو عايز المولر ماس. طب لحظة، مش احنا كنا كاتبين القانون بتاعه قبل كده اهو؟ مش قلنا ان الجاز فوليوم هو ماس على مولر ماس باي الرقم ده؟ دلوقتي بقى انت عايز المولر ماس، ساعتها ده باي ده ديفايدد الجاز فوليوم. الماس في 22.4 ديفايدد الجاز فوليوم. تعال نشوف كده، يلا يا مستر. يبقى المولر ماس هتيكوال، احنا قلنا ماس اللي هو مديهاني 0.45 باي 22.4 لتر، 22.4 لتر على الفوليوم جاز اللي هو 60 ملي، بس ما ينفعش يبقى فوق لتر وتحت ملي، فلازم اخلي دي كمان لتر. تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر اسلام، مفيش مشاكل. هنعمل كروس مالتيبليكيشن والاجابه هتطلع لحضرتك 168. تمام يا مستر. يلا نكمل. اوبا، ده مديني هنا ايه؟ مديني ايكويشن دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت يا مستر، يعني ريليشن ريشيو تحويله جيفن. يلا بينا. calculate the number of sodium ions. جميل، حلو. هنا بقى الكل لازم يركز معايا. بص هكتب لك عليها ايه؟ في اي بي. ده بعد اذن سيادتك لازم تركز، لان قله التركيز هنا هتبقى مشكله. تمام. انت عايز الصوديوم ايونز. طب الصوديوم ايونز دي موجوده هنا وموجوده هنا، عايزها في انهي واحده؟ في الصوديوم كربونات، ده انت عايزها هنا اهو. يبقى ده كده ريكوايرد بالنسبه لك. تمام. طيب وبعد كده مين الجيفن؟ CO2 هو الجيفن عشان مديلك في لترز، صح؟ يبقى هاجي اعمل كده. بص ركز مع المستر. هيعمل ايه؟ هيعمل ريليشن، صح، ما بين الجيفن والريكوايرد، صح. مين الجيفن؟ قلنا الجيفن هو CO2. في منها كام مول في الايكويشن؟ 1. من الريكوايرد Na2CO3 لان انت عايز الصوديوم اللي جواها، صح كده؟ صح كده. هنا الريشيو بقى، هنا 1 مول وهنا هوت 1 مول برضو. استنى نمسح الدايره ديت عشان ايه متلخفناش. بعد كده تحويله، كلام جميل. التحويله للسي او 2 مش هو مدالك فوليوم؟ يبقى 22.4 لتر، وهنا في منها في الريش واحد، يبقى ملتبلاي 1 خلاص. طب وال Na2CO3 عايزها على هيئة ايه؟ والله يا مستر ده عايز الصوديوم ايونز اللي جواها، هو مش عايز ال Na2CO3 نفسها، ده عايز الصوديوم اللي جواها. طب خلاص نزلها مول زي ما هي اها، 1 مول زي ما هي. بعد كده الجيفن بتاع حضرتك، الجيفن هنا هو 28.3 لتر. المفروض هتطلع كام مول من هنا؟ طبعا لازم اعمل كروس مالتيبليكيشن واطلع الاجابه. هنا طلعت لي عدد مولز ولا ما طلعتش عدد مولز؟ طلعت تقريبا، هتطلع 1.2 مول. تمام كده يا شباب؟ تقريبا يعني انتوا احسبوها برضو وتاكدوا. فهنا 1 ملتبلاي 28.3 ديفايدد 22.4 لتر. فخلاص ماشي، طلع لي 1.2 مول من ال Na2CO3. هو انت عايز ال Na2CO3 ولا عايز الصوديوم اللي جواها؟ لا، ده انا عايز عدد الصوديوم اللي جواها. يبقى تروح تعمل ريليشن من جديد وتقول لي الجيفن بتاعك هو Na2CO3، هخرج منه
الصوديوم ايونز بس، لان انا عايز عدد الصوديوم ايونز. وات از ذا نمبر اوف صوديوم ايونز. يبقى المساله دي مساله مركبه. يعني ايه مركبه؟ الاول بتروح تجيب ال Na2CO3 وبعد كده تروح تجيب الصوديوم اللي جواها، لان انا عايز الصوديوم اللي جواها مش عايزها هي. تمام. فبالتالي بعد كده احط الريشيو. هنا 1 مول، هنا بيخرج 2 مولز. بعد كده تحويله. والله يا مستر ال Na2CO3 انا بشتغل بيها بالمولز. بشتغل بيها بالايه؟ بالمولز. فهتنزل زي ما هي التحويلة، 1 مول زي ما هو. طب وهنا انا عايز number of atoms، يعني 2 اللي هي 2 مول multiply 6.02 by 10 باور 23 افوجادروز نمبر. وبعد كده هحط الجيفن. مش انا طلعت من الجزء الاول من البروبلم 1.2 مول، عايز اعرف بقى جواه قد ايه من الصوديوم ايونز، وهيطلع جواه 1.52 multiply 10 باور 24 1.52، يعني الإجابة سي. وصلت؟ أتمنى من الله المسألة ديت مهمة قوي، لازم تخلي بالك منها لأنها مسألة مركبة. يعني إيه مسألة مركبة؟ يعني هو بيطلب لك حاجة صغيرة جوه حاجة كبيرة، بس الحاجة الكبيرة مش معاك، لازم تروح تدور عليها الأول. ماشي؟ بيقول لي number 11 two containers A and B contain nitrogen and carbon dioxide gases respectively. يعني A جواها نيتروجين، B جواها كربون دايوكسيد. تمام. at the same temperature and pressure، يعني at STP. if you know that ان ال volume of container A is half that of container B، يعني A بيساوي نص حجم B، يبقى أكيد B بيساوي 2 من A. ماشي. انت عايز ايه بقى يا مستر؟ انا عايز اعرف B و A الريشيو ما بينهم كام. ماشي، ما هو B ضعف A، يعني B 2 يبقى A النص، بس خلاص. يبقى 2 2 1. بيقول نمبر 12 what is the volume of 56 جرام of nitrogen. طب ماشي، دي خلاص احنا خلصناها. ليه؟ لان احنا خدناها قبل سابق ان الجاز فوليوم هيساوي ماس 56 على مولر ماس للنيتروجين 2 باي 14. فين ال 14 اهي، ملتبلاي 22.4 لتر. فخلاص دي احنا خدناها قبل سابق فمش مشكلة، انتوا هتعرفوا تحلوها. تعالى لي في دي برضو خدنا فكرتها. ازاي مستر؟ مش هي فيها equation؟ ايوان. وطالما فيها equation تبقى indirect. ايوان. طب ما يلا نعمل relation والريشيو ونشتغل شغلنا الطبيعي اللي اتعلمناه في السنتر. صح صح. بيقول لي sodium nitrate decomposes upon heating according to the equation اللي قدام حضرتك دي. after all of sodium nitrate is decomposed، كل دوت خلاص خلص. الأكسجين gas produced is found to occupy volume 700 ملي. يبقى ده الجيفن بتاع حضرتك. وبالنسبة للأكسجين جاز اللي هو الأكسجين understand temperature and pressure. how much sodium nitrate in grams is decomposed. أنا عايز أعرف الماس بتاع ده. how much sodium carbonate in mass. خلاص حاضر، ده الموضوع سهل جدا. it's very easy يا عزيزي. بص كده حبيب قلبي، هتعمل relation ما بين الجيفن والريكوايرد. الجيفن عند حضرتك هو الأكسجين O2 والريكوايرد هو الصوديوم نيتريت، لأن هو عايز الماس بتاعته صوديوم نيتريت. بعد كده ريشيو، هنا 1 مول أما هنا هو 2 مول. بعد كده تحويلة. ال1 مول دوت بتاع الأكسجين هو مدوني فوليوم 700 ملي، فأنا هنزل التحويلة بتاعتي 22.4 لتر. بعد كده الصوديوم نايتريت هو عايزها ماس، فعشان تحولها لماس يا مستر اسلام مضطر تعمل مولار ماس. طب ما انا مديلك اهو الماسس بتاعتك. الصوديوم ب 23، النيتروجين ب 14، هتبقى 37. الاكسجين ب 3 باي 16 تبقى 48. خد من هنا تحطهم هنا يبقوا 50، هيتبقى هنا هو 5 هتبقى 85. 85 اعملها ملتبلاي 2 لان انت عندك 2 مول منها. صح الكلام؟ اه صح الكلام.
بعد كده تحويلة الجيفن بقى يا صديقي. هنا 700 ملي، طب ينفع تشتغل بملي وليتر مع بعض؟ لا، يبقى انت لازم تقول 700 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3، واروح قايل كويستشن مارك، اعمل كروس ملتبليكيشن، يطلع الناتج يقول لي بخ 5.31. تحت 14 بيقول لك under standard temperature and pressure STP، يعني which of the following quantities of gas will occupy largest volume. حاضر، يعني انت عايز تحسب الفوليوم هنا والفوليوم هنا والفوليوم هنا والفوليوم هنا بس. بس طب ما خلاص، مش احنا قلنا ان افوجادروز لو الجاز فوليوم دايركتلي بروبورشنال مع نمبر اوف مولز، يبقى هي دي الاجابه، هي دي اللارجست. اكبر عدد مولز هو اكتر فوليوم موجود عندك. 15 which of the following statements best describes molar volume. حبيبي المولر فوليوم يعني volume of 1 مول. اكتب عندك المعلومة زي المولر ماس، الفوليوم اوف المولر ماس الماس اوف 1 مول، صح؟ ده مولر فوليوم اللي هو 22.4 لتر. فالإجابة بتاعتك هتكون هي الفوليوم بتاعت 1 مول. at standard temperature and pressure STP sample of SO2 gas occupy volume ده. كلام جميل. how many moles of SO2 are present in this sample. طيب حاضر، وكمان مديلك المولر جاز فوليوم ب 22.4. انت عايز ايه؟ ميني مولز؟ يا نهار ابيض، يعني النمبر اوف مولز بتاعت حضرتك بكام؟ والله يا مستر النمبر اوف مولز هي الجاز فوليوم على 22.4 لتر، مش الجاز فوليوم كان نمبر اوف مول في 22.4. قال لك خلاص، لو النمبر اوف مول يبقى جاز فوليوم على 22.4. خلصانه كده، خلصانه يا باشا، هي تبقى جاز فوليوم 5.5 لتر على 22.4 لتر. ده سؤال تافه جدا مفيهوش اي مشكله بفضل الله تعالى، هتطلع ب 0.25. to one decimal place what is the molar volume of gas. يعني انت عايز جاز فوليوم، حلو. under standard temperature، حاضر، molar volume 22.4 لتر. according to Avogadro's law what happens to the volume of gas occupied if the number of moles decreases. الجاز volume decreases. أسئلة جميلة جدا، لطيفة جدا، مفيهاش أدنى مشكلة، جدا جدا جدا. بيقول لي what volume would 42.5 gram of ammonia occupy under standard temperature and pressure. طب يا مستر مش انت معاك الماس وبتحسب المولر ماس؟ هتبقى الماس على المولر ماس في 22.4. الماس على مولر ماس، المولر ماس هتطلع ب 14 بلس 3 باي 1 يعني تطلع ب 17. الماس على مولر ماس ملتبلاي 22.4. كمل. how many molecules of fluorine gas are present in a sample that occupies a volume of 0.03. انت عايز ايه؟ molecule. فاكر السؤال ولا مش فاكر السؤال؟ افتكرت يا مستر اسلام. النمبر of molecules هي النمبر of particle، هتساوي ايه يا مستر؟ الجاز فوليوم اللي هو مديهولك 0.03 multiply 6.02 by 10 power 23 divided 22.4 لتر، وتطلع الرقم يا باشا وتختاره على طول وهو هيطلع 8.1. تعالى كده بص معايا. افوجادرو's law which of the following are directly proportional to each other at constant temperature and pressure. مين الاتنين اللي دايركت؟ مش انت بتقولي افوجادرو's law؟ يبقى جاز فوليوم مع number of moles، صح ولا غلطان؟ صح. what is the equation relating the volume of gas V capital to the volume of number of moles N small and its molar volume Vm. حاضر، المولر فوليوم ده عارفين اللي هو ايه؟ 22.4 لتر. وهنا ده V بيساوي number of mole multiply Vm، هو ده القانون. 23 what is the volume of 0.5 mole of H2 at a standard temperature and pressure taking ان الجاز فوليوم 22.4 لتر بير مول. حاضر، انت عايز الفوليوم وادي النمبر اوف مولز، ده في ده هيديلك 11.2. تمام يا صديقي، ده قانون عادي.
تعالى بص هنا. sample of carbon monoxide gas under standard temperature and pressure occupy a volume of 1.7 liter. What is the mass of this sample of gas؟ حاضر، المرة تريليون نجيب الماس. والله يا مستر الماس عشان نجيبها هي الجاز فوليوم باي المولر ماس divided 22.4 لتر. الجاز فوليوم 1.7، المولر ماس بكام؟ هو قال لي كربون مونو اوكسايد، يعني 12 و 16 يعني 28 على 22.4 لتر بس. خلاص، واختار الإجابة بتاعت حضرتك اللي هتطلع 2.1. under standard temperature and pressure a gas occupy volume 8 liter. how many moles of gas؟ حاضر، انت عايز moles of gas، يبقى gas volume على 22.4. gas volume على 22.4 لتر، وهتطلع الإجابة مع حضرتك 0.36 moles of gas molecules. تمام يا شباب؟ يلا اللي بعده. What mass of nitrogen gas occupies volume of 9.6 لتر؟ مرة تانية، خلاص بقى مش هتكلم، هخش على اللي بعده. هنا 12 على طول. ليه؟ ما هو الماس هو الجاز فوليوم ملتبلاي مولر ماس، والمولر ماس هنا للنيتروجين 2 باي 14 divided 22.4 لتر، يعني 9.6 ملتبلاي 28 اللي هو 2 باي 14 divided 22.4 لتر. Which of the following is the best description of the standard temperature and pressure؟ والله يا مستر 0 degree Celsius 180 m. 0 degree Celsius 180 m. تعالى هنا اهو بيقول لك a 12 liter ballon contains 0.52 moles of helium gas. A second ballon at the same temperature and pressure has a volume of 18 liter. How many moles of helium gas does the second ballon contain؟ طيب ده كلام سهل جدا، انت عايز النمبر اوف مولز بس للسكند بالون اللي هي ال 18 لتر فوليوم. فساعتها يا مستر اسلام النمبر اوف مولز هتبقى 18 لتر اللي هو الجاز فوليوم على 22.4 لتر. الموضوع فيري ايزي يا عزيزي. تمام، فيطلع 0.8 اللي هو approximate دوت بالابروكسيميت. 29. What is the density of carbon dioxide gas at standard temperature and pressure؟ حاضر، standard temperature and pressure وانت طالب الدنستي. هنا سؤال غريب سيكا، بس تعالى كده معايا واحدة واحدة. هو الدنستي بيساوي ايه؟ والله يا مستر بيساوي ماس على على الفوليوم، صح الكلام؟ طب standard temperature and pressure، الماس هي هتبقى المولر ماس. طيب والفوليوم يا مستر هيبقى المولر فوليوم. طب المولر فوليوم بكام؟ ب 22.4 لتر. 22.4 لتر. طب والمولر ماس للكربون دايوكسيد 44 جرام بر مول، يبقى ساعتها تقول لي 44 جرام بر مول المولر ماس للكربون دايوكسيد CO2 عشان الناس ما بتعرفش تحسب، بلس 2 باي 16. تمام، تبقى 44 جرام بر مول divided 22.4 لتر، يطلع لك الإجابة على طول 1.96. Which of the following is correct definition of the standard molar gas volume؟ والله يا مستر molar gas volume يعني ال 1 mole contains 22.4 لتر at STB، صح؟ وهنا الإجابة بتاعتك هتبقى دي. It is the volume occupied by 1 mole of any gas at a given temperature and pressure. 31. gas X at a standard temperature and pressure has a density اللي قدام حضرتك دي، هو مليك density. What is the identity of gas X؟ اوبا، انا عايز اعرف الجاز اكس ده مين في دولت. طب وانت هتعرف ازاي يا بيه؟ قالك اذا جبت المولر ماس تعرف تجيبها. اذا جبنا المولر ماس نعرف نحسب، يعني مثلا المولر ماس بتاع دوت 12 و 4 16، بتاع دوت 17، بتاع دوت قلنا 12 و 16 28، بتاع دوت 32. فاحنا نحسب المولر ماس عن طريق الدينستي. والله عرفنا نوصل يا مستر اسلام للمولر ماس بتاعت الدينستي ديت اللي من الدينستي، هنقدر نحدد هي مين في الاربعه دول. طب انت تعرف ازاي؟ مش انت بتقول لي ات اس تي بي ولسه من شويه قايل لي ان الدينستي هي مولر ماس على مولر فوليوم؟ يا مستر
طب خلاص الدنس اللي هي 7.59 باي 10 باور نيجاتيف 4 صح. المولر ماس اللي فوق بالجرام، ده اللي انا عايزه، مولر ماس على الفوليوم. بس خلي بالك الفوليوم تحت بكام؟ بالايه؟ بالليتر، بالملي لتر. تمام. فانا عندي المولر فوليوم 22.4 لتر، عايز احوله لملي لتر، احوله اعمل ملتبلاي 10 باور 3 علشان هو بالملي. شايف هنا تركايه برضو، انا عارف ال 22.4 دي بتبقى بالليتر، انا عايز احولها للملي لتر لان هو مداني بالملي لتر، وهعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع معايا 70. تمام. يبقى انت كده جبت المولر ماس اللي فوق. بيقول لك calculate to the nearest two decimal places the mass of 0.5 لتر of SO3. طب ما خلاص انت عايز ايه؟ الماس، والماس هي الجاز فوليوم 0.5 ملتبلاي، والسؤال ده جالنا قبل كده تقريبا صح، وكانت الإجابة 1.79. Under standard temperature and pressure calculate the mass of gas X that has a molar mass D and occupies ده. طب ما خلاص، ما هو نفس الطريقة، يعني الجاز فوليوم ملتبلاي المولر ماس ديفايدد 22.4 لتر. خش على السؤال اللي بعده، بيقول لك مين من الإجابات اللي جاية ديت هتبقى كوريكت. دي الإجابة على فكرة. تمام ماشي حاضر. مين الإجابات اللي جاية دي تبقى كوريكت؟ والله هقرأ الإجابات كلها وأشوف مين اللي كوريكت. هنا بيقول لك جاز فوليوم بروبورشنال مع نمبر اوف مودز، يبقى هي دي. تعال نشوف السؤال دوت، بيقول لك consider the following reaction calculate the mass of CO2 produced when 0.6 مول. يبقى هنا التحويلة تفضل زي ما هي من الميثين، يبقى هنعمل relation ما بين الجيفن والريكوايرد. مين الجيفن؟ الميثين CH4، ومين الريكوايرد؟ كربون دايوكسيد CO2. بعد كده نعمل الريشيو، هنا 1 مول بيخرج 1 مول. بعد الريشيو بعمل تحويلة، هنا الكربون دايوكسيد محتاج منه ايه؟ ماس، فخلاص هحوله لماس اللي هو 44 جرام المولر ماس. ليه 44؟ ما هو الكربون ب12 والاكسجين 2/16، وهو مديك الارقام هنا اهي، مديك الارقام هنا اهي. طب وده ينزل زي ما هو مول. ليه ينزل زي ما هو مول؟ لان هو مديلك 0.6 مول. بعد التحويله بحط الجيفن. طب الجيفن بتاع حضرتك يبقى ماشي ازاي؟ والله يا مستر اسلام الجيفن بتاعنا دوت 0.6 مول، المفروض في ماس قد ايه؟ وهعمل كروس مالتيبليكيشن يا بيه، هعمل كروس مالتيبليكيشن يا بيه. تمام يا بيه. بيقول لك 36 an unknown organic substance was completely burned. تعال نشوف الإجابة هنا كانت كام. الإجابة هنا هوت يا باشا في 36 طلعت ب13.9. تمام. لا احنا مش في 36، احنا اسفين، احنا في 35 طلعت ب26.4. تمام. تعالى لي هنا بقى علشان نشوف الإجابة دي هتطلع بكام. An unknown organic substance was completely burned using exactly 3.4 liter of oxygen gas. حلو. organic substance هتتحرق تماما في أكسجين جاز، قلنا الكلام ممتاز ومفيهوش أدنى مشكلة صح؟ طيب أنا عارف كده كده إن أي organic compound هيتحرق في أكسجين هيطلع كربون دايوكسيد جاز ووتر فيبر. ماشي. given that the density of oxygen هي دي the organic material must have been بقى انهي organic material. هنا بقى هبقى مضطر اعمل حركة ان انا اجرب واحدة واحدة واعمل ريليشن ما بين الاكسجين وما بين الرقم الماس اللي هو مديهوني، لان الاكسجين هو اللي جيفن 3.4 لتر صح؟ يا مستر صح. طب يلا بينا. طب هي الإجابة مين؟ الإجابة بي. هنعمل الريليشن. مستر تعمل ريليشن ازاي ومفيش equation؟ لازم نعمل equation. يبقى HCOOH هحرقها في أكسجين هتديني كربون دايوكسيد ووتر فيبر H2O. يلا البالانس يا باشا، يلا البالانس. عندي كام اتش؟ 2،
وهنا 2. عندي واحدة كربون وهنا واحدة كربون. عندي 2 أكسجين وادي 2، يبقى لازم أحط هنا 2 علشان 2 و2 باي 1 ب2. طب ما الهيدروجين بقى 4، فساعتها لازم أحط هنا 2. طب ما هو الكربون بقى 2، فهحط هنا 2. طب لحظة كده، الأكسجين بقى كام؟ 2 باي 2 ب 4 وادي 2 6، وهنا 2 باي 2 ب 4 وادي 2 6. خلاص كده هي اتظبطت. يبقى أنت هتحط في كله 2 ما عدا الأكسجين، مش تيجي جنبها أصلا. تمام. تمام. يلا ريليشن ما بين given و required. حاضر يا مستر. يلا الجيفن مين؟ الأكسجين. ادي الأكسجين. والريكوايرد الرمز اللي قدام حضرتك ده. اشمعنى؟ عشان اثبت هل طالع منه الرقم ده ولا لا. تمام. هو بيقول لك organic substance was completely burning using exactly 3.4 لتر من الأكسجين، فأنا عايز أعرف اتحرق منه 13.9 ولا لأ. تمام. يعني ده بالنسبة لك مش unknown؟ لأ مش unknown. ده بالنسبة لي unknown، أنا مش عارفه، أنا آسف، مش known. فبالتالي هيبقى HCOOH. أنا عايز أثبت الرقم ده دلوقتي. بعد كده مستر هجيب الريشيو. هنا 1 مول، أما هنا هوت برضو 1 مول. صح؟ تعالى بس نمسح الكلام دوت عشان واحنا بنحل. هنا هوت 1 مول. بعد كده التحويلة. طيب التحويلة بتاعت حضرتك الأوتو هنا اهوت يا مستر إسلام مديهاني جاز فوليوم، يعني 22.4 لتر. طب وهنا هوت مديهاني على هيئة جرامز، فأنا لازم أحسب لها الجرامز. ال H1 يبقى 1. هنا أنا آسف 2 مول مش 1 مول، هنا 2 مول. تمام. 1 يعني 2 و12 يبقى 14 و 32 يبقى 46، يبقى 2 باي 46. 2 باي 46. بعد كده الجيفن بتاع حضرتك، والجيفن بتاعك هيبقى 3.4 لتر. هيطلع قد ايه من هنا اهو. فساعتها نعمل كروس مالتيبليكيشن. 3 باي الرقم دوت ديفايدد الرقم ده، فتطلع لك الإجابة 13.9. تطلع لك الإجابة B اللي هي 13.9 جرام من ال HCOOH، ويبقى هي دي إجابتك يا باشا. تمام. لو طلعت 13.9 يبقى كده صح. طب طلعت غلط يبقى هجرب حاجة تانية. نفس الكلام بقى تجرب مع C6H6 و CH3OH و HCHO، يعني تقعد تجرب جوه المسألة. 37. if 12 gram of carbon reacts completely with 32 gram of oxygen. حلو. كربون منه 12 جرام completely with 32 جرام من الأكسجين to produce 44 جرام من الكربون دايوكسيد gas in a closed container. Then the mass of carbon dioxide produced in the container when 11 gram of carbon and 125 gram of oxygen react is. طيب معلش كده تعالى نعمل الريليشن. كربون هيرياكت مع اكسجين هيطلع كربون دايوكسيد جاز. صح الكلام؟ صح الكلام. الكربون بكام هنا؟ ب 12 جرام، والاكسجين 32 جرام، والكربون دايوكسيد احسب 12 و 2 باي 16 هتطلع 44 جرام. اجمع دول كده على بعض، مع 23 و 12 44. هي دي صح كده؟ يعني انت كده الايكويشن معمول لها بالانس، واحنا كنا بنقول بنعمل بالانس ليه؟ to achieve law of conservation of mass، يعني عشان نحافظ على الماس بتاعتي تفضل ثابتة. فالماس قبل السهم هي الماس بعد السهم. افهم من كده ان دوت بالانسد مع ده، اللي هو اللي قبل السهم بالانسد مع اللي بعد السهم. فلو كان عندك 11 جرام من الراجل الطيب ده وعندك 125 جرام من الراجل الطيب ده، المفروض هيطلع قد ايه من اللي هنا؟ طبعا دي يا مستر limiting reactant. طب ودي انا هعملها ازاي؟ ساعتها لازم كده المفروض 12 جرام هيخلصوا مع ال 32 طلعوا 44. خلاص انا ما عنديش مشكله. انما انا مشكلتي دلوقتي في ايه؟ مشكلتي هنا اهو ال 11
هياخدوا قد ايه من 125 وهيطلعوا قد ايه من الكربون دايوكسيد. واصله لكم الفكره؟ طب هنعمل ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ لازم نقسم البيدج بتاعتي نصين. فتعالى لي بقى نمسح كل ده اللي احنا اثبتنا بيه ان احنا مش محتاجين الارقام الاولانيه دلوقتي. الارقام الاولانيه مش محتاجينها دلوقتي، هي الارقام الاولانيه دي اللي هي المولر ماسز، لان احنا قلنا اتشيف بيها اللو اوف كونسرفيشن اوف ماس، فدي المولر ماسز طبيعيه. انما احنا عايزين ايه؟ عايزين الايكويشن. اول حاجه هتخرج لي كربون دايوكسيد، هقسم البيج، هاخد الكربون مع الكربون دايوكسيد، 1 مول هيخرج 1 مول. خلي بالك ان دي ريليشن ودي ريشيو. بعد كده تحويلة. طب يا مستر اسلام التحويلة بتاعت ده ايه؟ الكربون ما هي 12 جرام صح؟ والتحويلة بتاعت ده ايه؟ 44 جرام اللي هي المولر ماس يعني. بعد كده الجيفن انا مديك هنا 11 جرام، المفروض اطلع قد ايه؟ هعمل كروس مالتيبيشن ده باي ده ديفايدد 12. طبعا هو هيطلع حاجة يعني مثلا حاجة بسيطة، يعني 40 هيقل حاجة بسيطة من هنا، هيبقى هو ال 44 بس أقل يعني 42 بقى 43 حاجة زي كده. وصل لكم؟ طب تعالى اليمة التانية. O2 هتطلع كربون دايوكسيد جاز برضو، احنا قلنا بناخد دي الأول وبعد كده بناخد دي. كربون دايوكسيد جاز هنا 1 مول بيخرج 1 مول. هنا عايز منها الماس يعني 32 جرام تحويلة، وهنا عايز الماس برضو يعني 44 جرام تحويلة. طب ما هنا اهو دي هي دي. بعد كده مستر هو مديني 125 جرام، هيطلع قد ايه؟ طبعا ال 11 جرام هيطلع رقم قليل جدا اللي هو في حدود ال 40 44 يعني في الرينج بتاع ال 44. انما هنا 125 جرام هيطلع رقم كبير جدا، لان ال 32 بيطلع 44، ما بالك ده بقى 124 هيطلع رقم كبير جدا. تمام. فطبعا الاجابه بتاعتي هتبقى سي، لان هو ده المقبول او هو ده ال lowest amount of product which produced by الكربون. واحنا قلنا ان الليميتنج رياكتنت هو حاجه بتخلص تماما وبتطلع اقل كميه من البرودكت. بيقول لي aluminium and iodine react to form aluminium iodide. حاضر، aluminium يعني ال ايودين يعني I2 لانه من السبع العجائب اللي قلنا عليهم، هيطلع aluminium iodide. باجي على جنب ال Al ده بوزيتيف 3 والايودايد ده نيجاتيف 1، ببدل الارقام فهتديني Al I3. فطبعا محتاج احط هنا 2 واحط هنا 3 واحط هنا 2. بيقول لك اختار الايكويشن. الايكويشن بتاعتك اهي اللي احنا لسه كاتبينها فوق، صح كده؟ صح كده. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لك بقى عن طريق الايكويشن اللي انت مطلعها ديت calculate the number of moles of iodine needed for 0.429 mole of aluminum to complete the react. حاضر، هعمل ريليشن. الريليشن ديت يا مستر اسلام ما بين الجيفن اللي هو الالومنيوم يعني 2Al والريكوايرد اللي هو ايودين يعني 3I2. بعد كده ريشيو، هنا 2 مول وهنا هوت 3 مول. بعد كده تحويلة، والله الألومنيوم أنا مديهولك على هيئة إيه؟ مولز، فنزل الريشيو زي ما هي. أما الأيودين ده أنا عايزه على هيئة مول، فنزل الريشيو زي ما هي. بعد كده الجيفن أنا مديلك إيه؟ 0.429 هيطلع لك قد إيه؟ 3 ملتبلاي الرقم ده ديفايدد الرقم ده. بس كده بس كده هتطلع معاك 0.644 مول. طب تعالى نخش على الجزئية اللي بعدها. بيقول لك calculate the mass of aluminum iodide produced if 3.5 جرام of iodine react. يبقى انت كده برضو هتعمل نفس الكلام، هتعمل relation ما بين حاجتين given و required. مين الجيفن هنا؟ iodine، يبقى تحط 3I2. ومين الريكوايرد؟ calculate the mass of aluminum iodide، هتحط 2AlI3. بعد كده تعمل الريشيو، هنا 3 مول اما هنا هو 2 مول. بعد كده تعمل تحويلة ال 3 مول دولت
ننزلهم على هيئة ماس، صح؟ يبقى انت بتلعب بالماسز. الايودينة الواحدة 127. طب انت عندك كام ايودينة؟ 3 باي 2 6 ايودينة، يبقى 6 باي 127. طب ودي اليمة التانية، عندي 2 مول تنزل وهفتح براكت، الالومنيوم ب 27 بلس الايودين 3، يبقى 3 باي 127، وهقفل البراكت واعمل ملتبلاي لكل ده. بعد كده الجيفن، مش الايودين هو الجيفن ب 3.5 جرام. 3.5 جرام المفروض هيطلع لي قد ايه؟ وهعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع الناتج، والناتج بتاعي هيطلع ب 3 بوينت اللي هي الاجابه سي، يعني 3.75. تمام. تعال نخش على اللي بعده. طبعا انا شفت ايكويشن، وطالما شفت ايكويشن اعرف على طول ان ده indirect. بس تعال نشوف بقى الدنيا تبقى ماشيه ازاي. A student wants to produce 11 gram of iron sulfide by reacting iron with sulfur. chemical equation اللي قدام حضرتك دي. Assuming all the starting reagents react completely. كل دول تتفاعلوا تماما. Which masses of reactants will produce exactly 11 gram of iron sulfide. حاضر، انت عايز تمسك دي وتمسك دي وتطلعهم مع الايرن سلفايد. امسك واحدة بس دلوقتي، الريليشن. مين الجيفن عندك؟ هو الاف اي اس، وهمسك الاف اي دلوقتي. طب بعد كده الريشيو، والله ده 1 مول وده 1 مول. بعد كده تحويلة، والله يا مستر اسلام انت بتتكلم في الجرامز، يبقى حول ده للجرامز. 56 و 32 يبقى 88 جرام. طب ودوت 56 جرام. بعد التحويلة هحط الجيفن. الراجل الطيب ده هيطلع منه 11 جرام، يعني ده في ده divided اللي فوق، صح الكلام؟ فتطلع الإجابة إيه يا مستر؟ تطلع الإجابة هنا اهوت 7 جرام. يبقى أنا هدور على إجابة فيها الأيرن 7. فين بقى الأيرن؟ أهي. طب يعني كده يا مستر لو أنا رحت عملت السلفر المفروض تطلع بفور؟ المفروض تطلع بفور يا صديقي. تمام؟ في مشكلة؟ أتمنى من الله ما يكونش في مشاكل. تعال نهوت في السؤال نمبر 40. calcium hydroxide and ammonium sulfate react to form ammonia. وانا مش شايف equation، يبقى لازم اعمل equation. تعال نعمل equation بكلر مختلف. calcium hydroxide يعني CaOH by 2. ammonium sulfate يعني NH4 by 2SO4. قال لك هيطلع ايه؟ قال لي طلع react to form ammonia، يعني طلع NH3 بلس كالسيوم سلفيت، حاضر CaSO4 بلس ووتر H2O. كده محتاجين نشوف البالانس بتاعي متظبط ولا مش متظبط. اكيد البالانس مش متظبط. طيب اولا انا عندي هنا 2 نيتروجين وهنا واحدة، فهحط هنا 2. تعال نشوف بقى الهيدروجين. سلفيت هي سلفيت، كالسيوم هنا كام هيدروجينة؟ 2 هيدروجين، وهنا 8 2 باي 4 8، يبقى 10 هيدروجين. طب هنا هو 2 باي 3 ب 6، وهنا 2 يبقى 8، يبقى انا هحط هنا 2 عشان 2 باي 2 ب 4، وادي 2 باي 3 ب 6. ناقص اظبط الاكسجين. طيب يلا الاكسجين 2 باي 1 ب 2، وهنا دي 2، كده هي اتظبطت البالانس بتاعها حلو. تمام، يبقى راجع البالانس تاني يا صديقي. بيقول لي calculate in scientific notation to 1 decimal place the number of molecules of ammonia. انا عايز هنا الامونيا ده required. تمام، if 529 جرام of ammonium sulfate، يبقى ده required، يبقى ده الجيفن. reacts with 385 جرام من الكالسيوم هيدروكسيد، ده الجيفن برضو يا حلاوة. ما احنا قلنا لما بيدي 2 جيفن يبقى على طول محتاج limiting reactant، يبقى انا بمشي بطريقة الليميتنج رياكتنت. بسم الله. فهنا لازم اعمل الليميتنج رياكتنت اصدقائي، لان هو مديني 2 جيفنز وعايز اعرف بقى هيطلع قد ايه من الامونيا. يبقى كل اللي هعمله هقسم البيج بتاعتي نصين،
هاجي في النص الاولاني هاخد الكالسيوم هيدروكسيد مع الامونيا، لان هو طالب الامونيا موليكيولز، ف 2NH3. واليمة التانية نفس الكلام، بس هاخد الامونيوم سلفيت مع برضو الامونيا، لان هو طالب الامونيا. تمام، NH3 انا اسف. في الحالة زي ديت ده الريليشن، هعمل الريشيو. هنا 1 مول بيخرج 1 مول. طيب بعد الريشيو بعمل تحويلة. طب مش انت شغال بالماس بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد؟ يبقى اجيب لي الماس. الكالسيوم ب40، اكسجين هنا باي 2 يعني 16 باي 2 يعني 32، هيبقى 72. وهنا هيدروجين 2 يبقى 2 باي 1 يبقى 74 جرام. طب وهنا هنا 2 مول يا شباب. وهنا يا مستر اسلام، هنا عايز موليكيولز، يبقى 2 باي 6.02 باي 10 باور 23. طب اذا كان ده بيطلع الرقم هيبقى 385 جرام، اللي هو الرقم ده بيطلع قد ايه؟ وهطلع رقم المية. طب رقم الامونيا. طب وهنا 1 مول يديني 2 مول. ال1 مول من الامونيوم سلفيت هحوله لجرامز لانهم ادوني جرامز. طب ما هو النيتروجين في منها 2، هيبقى 2 باي 14 بلس 28 يعني. وهنا 8 هيدروجين بلس سلفر 32 بلس أكسجين 64 اللي هي 4 باي 16. هنا 66 و 30 يبقى 69 96. وعندك 28، مش دي 28 يلا خليها و8، هيبقى عندك 104 و 28 يبقى 132 جرام. تمام هيطلع كام مول هنا؟ 2 مول ملتبلاي 6.02 باي 10 باور 23. ليه يا مستر؟ لان احنا عايزين number of molecules. تمام، number of molecules. هيطلع عند حضرتك هنا 529 جرام. هيطلع كام موليكيول؟ واروح عامل يا باشا كروس مالتيبليكيشن، يطلع لي الرقم هنا كمان. اقل رقم فيهم هو اللي انا هختاره. اقل رقم ليه؟ لان هو هيبقى الليميتنج رياكتنت. اقل رقم هو الليميتنج رياكتنت، فاقل رقم فيهم طلع هو مين يا مستر؟ 4.8 multiply 10 باور 24، ده الليميتنج رياكتنت. تعالى في 41 بيقول لك ايه؟ how much water can produce from 4.8 gram of oxygen and 0.5846 gram of hydrogen. اولا لازم equation، لان مفيش هنا equation. فالهيدروجين هيرياكت مع الاكسجين هيديني H2O. البالانس بحط هنا 2 هنا 2 عشان تبقى بالانسد. انا مديك كام جيفن؟ 2 جيفن، يبقى limiting reactant. بقسم البيتش بتاعتي نصين، باخد ال 2H2 اخرجها مع المية، واخد ال O2 اخرجها مع المية. اهي limiting reactant. خلينا نمسح ده كده ونبدأ نكمل شغلنا. طب 2H2 خرجتها مع المية، O2 خرجتها برضو مع المية. يلا ده الريليشن، الريشيو 2 مول هيخرج 2 مول، يعني 1 مول بيخرج 1 مول، يعني ما هو دي الريشيو بسيطة ما بينهم، صح؟ تمام. طب تعالى نكمل. احول الهيدروجين لايه؟ والله ماس، والووتر لماس برضو. فهنا هو 2 باي 2 4، 4 باي 1 يبقى 4 جرام. طب وهنا المية 2 باي 1 ب 2 بلس 16 يبقى 18 باي 2 في الاخر تبقى 36 جرام. ده ال 4 جرام بيطلع ده، يبقى الهيدروجين هو مديهوني 0.5846 جرام. هيطلع قد ايه؟ واشوف الرقم اللي طالع. طب هنا الاكسجين 1 مول بيخرج 2 مول، كله ماسز، يبقى هنا 16 باي 2 عشان في منها 2 تبقى 32 جرام. هيخرج 2 مول. طب هنا 2 مول يا مستر اسلام ب 36 جرام بالمول، احنا لسه مطلعينها. يبقى ساعتها ال 4.8 جرام هتخرج قد ايه؟ ودي برضه هتخرج رقم. انت هتقارن ما بين الرقم اللي طلع هنا والرقم اللي طلع من هنا. اقل رقم هو كمية المية الحقيقية اللي خارجة، اللي هي هتطلع
الإجابة دي. طب وأعلى رقم؟ لا أنا ماليش دعوة، أنا مش عايز كمية المية اللي مش حقيقية، أنا عايز كمية المية الحقيقية. تمام. تمام، اللي هي أقل كمية هتخرج. لو تفتكر الإكزامبل بتاع البرجر والجبنة والكايزر. Aluminium reacts with chromium oxide Cr2O3 to produce chromium and aluminum oxide. حاضر، الفورمولا of aluminum oxide could be دي ولا دي or دي. ب 9 جرام of aluminum gives 17.3 جرام of chromium. Which of the following is the correct equation reaction؟ هو انا كده كده عارف ان الالومنيوم اوكسايد Al ده بوزيتيف 3 والاو ده نيجاتيف 2، فهبدل الارقام فتديك Al2O3، فطبيعي هختار فيها حاجة فيها دي، يعني هختار A او E، لا هختار ده ولا هختار ده ولا هختار ده. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم البالانس، يبقى هي الإجابة الأولانية اللي صح. خلاص خلصت، يعني مش محتاج حسابات، مش محتاج أي حاجة، ده كده بمجرد النظر. وبكده يا حبايبي الحمد لله والشكر لله خلصنا ليسون 3 الجاز فوليوم. ألقاكم إن شاء الله مع ليسون جديد، ليسون 1 شابتر 2 يونت 2 اللي هو آخر ليسون في اليونت 2 بأمر الله تعالى، وإن شاء الله يبقى ليسون خفيف علينا وعليكم. سلام.